وكنت يعني أظن أنه لا يمكن لأحد أن يقنعني بوجود الخالق. حاولت أن أنتهي إلى أمر في أي طريق سأسلك، أقرأ ما يقع في يدي تبحث عن ماذا في قراءتك للكتب دكتور؟ عن الدليل المقنع لوجود الخالق. سبحان الله. الدليل الذي يعني قطع علي الشكوك حقيقة في حينها. هذا كنت أسمي يوم الإيمان. يوم الإيمان. حقيقة أذكر أول دليل في يعني قرأت وجدت أن هنالك نوع من البعوض نعم. إذا أراد أن يتكاثر لما يصير موسم التكاثر ويبيض في الأنهار والبرك، يضغط على جسمه في فتحات في جسمه، يضغط يطلع سائل يجف بالهواء، شلون خيط العنكبوت خيط الحرير يجف ويصنع منه قوارب زوارق صغيرة. هذا البعوض الكبير. البعوض. الأمهات. نعم. تصنع زوارق صغيرة تضع فيها البيوض في الأنهار. سبحان الله. تضع نعم زوارق. ثم تموت الأم. طيب. تموت ثم تخرج اليرقات وتفقس وتكبر. اليرقات عندما تتكاثر تفعل نفس الفعل. تكبر تكون بعوضا. ثم مع موسم التكاثر تضغط على جسمها وتصنع قوارب وتضع البيض فيها وتموت. نعم. الحقيقة صحيح يعني السؤال من الذي وضع هذه المادة التي صالحة لصنع القارب في جسمها التي تجف؟ من علمها صنع القوارب ومن علمها أن تفعل فعل الأمهات وهي لم تر أمها؟ الله، جميل فعلا. لم تر أمها. لم تر أمها. ولو رأتها لقلنا تعلمت منها. تعلمت منها. من علمها؟ الله. وكان ينقطع هذا النسل لولا هذه كان ينقطع. في حقيقة هذا يعني جعل في نفسي هزة كبيرة.